هاي اخباركم ايه؟ معانا النهارده مشكله جديده. واحده بتحكي مشكله اخوها، بتقولي هي مش عارفه تعمل ايه. بتقولي اللي هي رشحت له واحده جميله وناجحه مهتميه بنفسها وكل الناس بتحسده عليها، بس بعد فتره حصل بينهم مشاكل كتير، وهو كان بيشتكي وبيقول اللي هي عنيده وبتحاول تلغي شخصيته ومش حاساه ومش بتعامله كويس كأي راجل، وهي كانت دايما بتحاول تصلح بينهم، بس هو بيقول انا خلاص تعبت ومعدتش قادر استحمل. وطلع ان هو كان على علاقة بصاحبة مراته، ومراته عرفت اللي هو خانها، وقامت رفعت عليهم قضية طلاق، على جوزها رفعت على قضية طلاق. هو كان ناوي يطلقها بس هي ما صبرتش، اللي هو يطلقها، وقامت رفع على قضية على طول. وبعد كده هو اتجوز اللي كان بيحبها، بيقول ان هما كانوا مبسوطين جدا، وهي كانت فاهماه وحنينة على عكس مراته. كل ده كلام. وفضلوا مع بعض 5 سنين وما خلفوش، بس كانوا مبسوطين لحد ما المرض خطفها وجالها سرطان ولف بها كتير قوي في كل مراحل العلاج، وفضل معاها لغاية ما ربنا رحمه ويسامح. هو بقى من ساعتها اتكسر، هو بقى لها 3 شهور متوفيه، ومش مش بيخلي اي حد يلمس اي حاجة بتاعتها، ولا مهتم بنفسه، ولا مهتم بأي حاجة خالص، وحتى هدومه مبهدلة، ومحافظ على حاجاتها لغاية دلوقتي. حتى الكوباية اللي هي بتشرب منها بيقول دي فيها ريحتها محدش يلمسها، وانا مشفقة عليه جدا، بس نفسي يرجع لمراته الأولانية علشان عنده ابن، خصوصا اللي هي كانت زمان كانت موافقة اللي هي ترجع، بس هو اللي كان رافض. فهي بتقول اللي هو ابنه صعبان عليها وهي مش عارفة تعمل ايه. بصي، انت اتدخلت في اول مرة وحصل بينهم مشاكل، لو دخلتي تاني هو مش، حتى لو هو رجع لها هو لسه بيحب مراته التانية، هي الوحيد. ابنه هيخسر، يعني حتى لو كان بينهم هما الاتنين الاحترام مع الوقت هيروح، لان ولا هو هيحس بيها ولا هيحبها ولا يرجعوا يتعاملوا مع بعض زي الاول. وهي عمرها ما هتفكر، ما عمرها ما هتنسى اللي هو خانها. يعني هي دي نقطة خليكي فاكراها، اي واحدة هي عمرها ما هتنساها، وهو نفسه مش هيحاول ينسلها لها، لان هو لسه فاكر مراته التانية وبيحبها وبيحترمها، ومش هيفرق معاه زعل الاولانية. فهي النصيحة ان انت تسيبهم براحته، هو لغاية ما هو يفوق لوحده براحته، يفكر في ابنه اللي هو هيقدر اللي هو يرجع لمراته الاولانية وهيعيشوا مبسوطين ومرتاحين ولا لا. بس في الوضع